شوف راح نشوفها بشكل اقرب من زاويه اخرى قريب امامنا حكم المباراه. كره كانت بين تراوري. عموما كنا نتمنى مشاهدتها بشكل اكبر. يعني بالتاكيد المخرج سيعيد الخطأ اللي على اساسه منحت ركله الجزاء، وبالتالي علي عبيد يحصل على ركله جزاء وتغيير في صفوف نادي نفط ميسان. اللاعب رقم 34 اللي هو علي صباح. علي صباح يدخل في تشكيله الفريق. ايضا بانتظار تنفيذ ركله الجزاء جواد كاظم بالتنفيذ. عمار علي. عمار علي في المرمى. جواد وفرصة لفريق نادي النفط في تعديل هذه النتيجة. جواد كاظم. جواد يتقدم. جواد يتقدم ويضيع ركلة جزاء لمصلحة نادي النفط. فريق نادي النفط يهدر فرصة ذهبية لتعديل النتيجة عن طريق هذا اللاعب جواد كاظم.